فوز المنتخب المصري على المنتخب الأسترالي في دور ال 32 من كأس العالم ده يعني طبعا فوز بعد ضربات جزاء. تعادلنا أثناء الماتش. ده إنجاز تاريخي بيحققه المنتخب المصري لأول مرة في التاريخ. بيصعد المنتخب المصري من الدور ال 32 كمان صعدنا من الدور ال 64 بالنظام الجديد لكأس العالم. إنجاز تاريخي بيحققه كابتن حسام حسن، بيحققه اللعيبة، بيحققه منتخب مصر عشان يفرح كل المصريين ويفرحنا كلنا بالإنجاز ده. بدأ كابتن حسام حسن بتشكيل 4-2-3-1 كالمعتاد. هو يعني كابتن حسام حسن ميزته إن هو ما بيحبش يغير كتير، ما بيحبش يلعب في التشكيل. هو معتمد على تشكيلة واحدة، لعيبة واحدة، وده كويس، ده حلو. أنا شايف إن هو كويس إن أنت بتدي فرصة أكتر للعيبة إن هي تتعود على بعض، لأن طبعا أغلب اللعيبة بتلعب في فرق مختلفة، فلازم يبقى في تأقلم وتفاهم ما بين اللعيبة وما بينهم وما بين بعض. بدأ كابتن حسام حسن بالتشكيل 4-2-3-1. بدأ في خط الظهر كريم حافظ ناحية الشمال، رامي ربيعة، إمام ياسر إبراهيم، وناحية اليمين محمد هاني. وبيلعب في النص باتنين ارتكاز، بيلعب بمروان عطية وحمدي فتحي اللي كان بيلعب مكان طبعا مهند لاشين اللي مصاب. بدأ بعد كده قدامهم إمام عاشور ناحية اليمين، ناحية إمام عاشور ناحية هاني، ومرموش بيلعب ناحية الشمال مع كريم حافظ، وبيلعب في النص صلاح، وقدامهم زيكو. وطبعا بيبدل زيكو مع صلاح، دايما بيرجع زيكو يدافع وصلاح هو اللي بيثبت دايما عشان أي مرتدة هو ومرموش، والمفروض إن زيكو بيرجع يغطي ويدافع. الشوط الأول بدأ المنتخب الأسترالي بدأ ضاغط جدا علينا، بدأ ضغط على المنتخب المصري. طبيعي جدا، نازلين متحمسين، نازلين كانوا مستقلين من قبل الماتش، حتى كانوا مستقلين بينا طبعا في الماتش ككورة، مستقلين بينا، يقول لك احنا هنكسب المنتخب المصري بسهولة. تصريحات طبعا ملهاش أي 30 لازمة. لكن بدأوا ضاغطين لحد ما جه الهدف الأول من ضربة رأسية من إمام عاشور. طبعا دي جملة تكتيكية جميلة جدا من كابتن حسام حسن، تحسب له طبعا. محفظ لاعبته، محفظ كل لاعب هيمسك مين، كل لاعب هيعمل ايه في الماتش. اللاعب ده مدافع، مهاجم، خط نص، انت دورك ايه في الملعب بجد. يعني كابتن حسام حسن بيثبت للجميع انك انت مدرب فني على اعلى مستوى، مدرب فني عمل انجاز تاريخي ما عملوش كل المدربين اللي عدوا، يعني حتى المدربين التاريخيين كابتن حسن شحاتة، ويعني برغم الجيل الذهبي اللي كان معاه، بس ما عملش الانجاز التاريخي اللي عمله كابتن حسام حسن. المدربين اللي كنا بنجيبهم ونقول عليهم مشروع، كوبر، كيروش، المدربين اللي كانوا بيجوا بالسبوبة، مدربين كانوا كلهم بيجوا سبوبة تبع، يعني زي ما احنا فاهمين، كل الشعب وكل الجماهير المصرية فاهمة ايه اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. ولولا ان الجماهير مصر صممت ان حسام حسن هو اللي يجي وان هو اللي يمسك المنتخب، ما كانش هيمسك كابتن حسام حسن طبعا. نرجع تاني للماتش. طبعا جه فاول على حدود المنطقة للمنتخب المصري. اتلعبت جملة جميلة جدا من صلاح وإمام. صلاح لعبها على إمام، تسديدة على الجون، بس للأسف بتخبط وبتترد تاني وبترجع لكريم حافظ، وبيلعبها عرضية جميلة جدا بيسجلها إمام عاشور. والهدف الأول لمنتخب مصر. بعد كده بترجع تاني استراليا تستحوذ تاني، بس طبعا استحواذ من غير أي فايدة، استحواذ مفيش خطورة على شوبير، كورتين ولا حاجة برضو مش خطورة، استحواذ يعني من دون فعالية. طبعا كان لازم طبعا يتراجع كابتن حسام حسن. طبعا المنتخب ما كانش ينفع يفضل يغامر وان انت تهاجم عشان ما تستقبلش اي جون، طبعا ده طبيعي. كنت طبعا لازم هتلعب على المرتدات، على هم طبعا يفتحوا الملعب، بس هم ما فتحوش الملعب، يعني هم كانوا حتى برضو بعد الجون انا شايف ان هم كانوا برضو قافلين، ضغطوا شوية وبعد كده رجعوا تاني لمنطقتهم.
كانوا حتى مش بيغامروا ان هم مثلا يتقدموا، كانوا خايفين برضو من صلاح ومرموش لانه عارفين ان في سرعات في المنتخب المصري. طبعا اي كرة هتيجي لصلاح هيخلصها ولا مرموش. بنبدأ الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني طبعا بهجمة انفراد لصلاح، بيعمل انفراد جميل جدا مع عمر مرموش، وبيضيع عمر مرموش انفراد. بس يعني هنقف شوية عند عمر مرموش. يعني مش فاهم، انت عايز ايه من الكورة، عايز ايه من الماتش؟ يعني انت عايز تسجل وفي نفس الوقت تحط نفسك تحت ضغط. العب السهل، العب البسيط، العب مع اصحابك، العب مع الناس، العب مع اللعيبه اللي جنبك. العب وانت هتجيب جون. يعني مش ال الانانيه واللي انت تلم واحد واثنين وثلاثه وهتخش تعمل. لا، انت بتلعب منتخبات كبيره، بتلعب ناس كبيره، بتلعب برضو مدافعين تقال، يعني مش بتلعب اي حد برضو. فيعني بلاش الاستعجال، بلاش الانانيه، يا ريت يعني نفكر بروح واحده زي ما بيعمل المنتخب دلوقتي، بروح واحده مع كل اللعيبه بتفكر بروح واحده. احنا مش عايزين لاعب فلان هو اللي يسجل، او ان احنا بنلعب باصي لصلاح، او زي ما كنا بنلعب زمان باصي لصلاح يبقى عايزين نباصي لمرموش. لا، العب العب السهل وهتسجل. المهم نكسب، المهم المنتخب يكسب وتفرح كل الناس وتفرح المنتخب، وما تضيعش مجهود كل اللعيبه. يعني بصراحه الجون ده لو كان جه كان خلاص، يعني انت كنت هتريح الماتش جدا، وكنت هتريح اللعيبه، وكنت هتريح من ان انت تلعب شوط اضافيه، ان انت داخل برضه هتلعب يوم الثلاث وهتلعب الارجنتين. يعني انت كده لعبت وقت اضافي زياده، وماتش قريب مش هتلحق حتى اللعيبه ترتاح، لان انت طبعا البدني عندنا واقع جدا. فيعني ركز والعب السهل، والعب مع المنتخب، وان شاء الله هتسجل. يعني انت خسارة لعيب كويس، لعيب طبعا يعني امكانياتك كويسة، بس العب السهل وبلاش انانية. طبعا بيجي يعني بعد كده بيستحوذ المنتخب الاسترالي بعد الهجمة دي، بيفضل ضاغط وبيلعب عرضيات، بيلعب بهجمات، بدأوا يركزوا يضغطوا جامد وبسرعة وبساط سريعة، بدأوا يلعبوا لعب جامد لحد ما بيعمل زيكو فاول من عند المنطقة بتاعتنا، يعتبر من نفس الجون اللي احنا من نفس المنطقة، من ناحية المنطقة اللي احنا جبنا منها. وفاول انا شايف ملوش اي لازمة. للأسف زيكو كان بره الماتش ده، زيكو امبارح كان بره الماتش. زيكو كان باين عليه جدا الارهاق، وباين عليه جدا التعب، بدنيا واقع جدا. بصراحة انا كنت شايف ان يا اما كان يبدأ حمزة عبد الكريم، يا اما كان يبدأ هيثم حسن من اول الماتش وتبدا بيه الماتش. طبعا لان زيكو يعني باين عليه طبعا برضو المعدل البدني بتاعه وقع خالص، حتى من الماتش اللي فات وقع بدنيا، كان واقع بدنيا خالص. حتى بدا يعني هو بدا اصلا بدا الماتش ده بدا واقع بدنيا، وجي في الشوط الثاني طبعا كانش شايف قدامه، يعتبر باين عليه جدا. فدي حاجات لازم كابتن حسام حسن ياخد باله منها. كان لازم طبعا يبدا بدايه الشوط الثاني يا اما ينزل تريزيجيه، يا اما كان ينزل هيثم حسن من بدايه الشوط الثاني مكان زيكو، اللي انا شايف ان هو خلاص يعني كان جاب اخره يعتبر. طبعا بتلعب الفاول، وبيجي طبعا جون غلط من محمد هاني. بس طبعا يعني غلط يعني محمد هاني بيسجل الجون في الماتش ده واول ماتش، يعني بس طبعا يعني اكيد مش مقصود، يعني اكيد هو ما كانش مش قاصد ان هو يعمل كده، او ان هو يسجل في نفسه. فاتمنى ندي محمد هاني برضو نديله حقه في البطوله دي. بطوله جميله جدا، بطوله جامده، بيلعب بطوله يعني موسم، يعني بيلعب بطوله استثنائيه، بيظهر في كل الماتشات، بيظهر في الماتشات الكبيره، وبيظهر مع لعيبه تقال، بيلعب على لعيبه تقال ناحيته، بتلاقيش اي خطوره، بيقفل الجبهه، يعني بيقفلها زي ما بيقولوا يعني بالضبه والمفتاح. يعني بلجيكا ماتش بلجيكا يعني عامل مباراه، يعني مباراه جامده جدا يعني. طبعا بعد كده بعد الهدف بدأ المنتخب المصري يتراجع بدنيا، وكان لازم كابتن حسام حسن يعمل تبديلات سريعة. انا شايف ان هو للأسف بدأ يأخر التبديلات، أخر التبديلات جدا. كان لازم يبدأ بتبديلات سريعة، تبديلات ينزل هيثم حسن مكان زيكو،
وكان لازم برضو، انا شايف برضو ان كان حمدي فتحي الماتش ده مش حمدي فتحي اللي احنا نعرفه، مش حمدي فتحي بتاع الماتشات الكبيره، مش حمدي فتحي بتاع الاهلي والماتشات الكبيره ان هو يشيل خط النص. للاسف حمدي فتحي يعني انا شايف ان هو ما كانش يبدا برضو الماتش. كان موجود محمود صابر مع مروان عطيه، يعني كنت هتقدر تعتمد عليه اكتر في التسديدات، في في الشوط من بره المنطقه، لان هو محمود صابر مميز جدا وسريع وسنه صغير، يعني كان هيبقى افضل بكتير من حمدي فتحي. طبعا بيخرج، بدأ كابتن حسام حسن عمل تبديلات بخروج زيكو ونزول هيثم حسن، وبعد كده بيخرج حمدي فتحي وبينزل حسام، ويعني ما بنكملش كام دقيقة وللأسف بيتصاب كريم حافظ، اللي أنا شايفه برضو عمل مباراة يعني جامدة، مباراة قوية جدا ناحية الشمال، وعرضياته متقنة ودفاع. أنا شايفه بصراحة يعني أفضل بكتير وأحسن. بعد كده بيتصاب كريم حافظ، وبيخرج كريم حافظ وبينزل تريزيجيه عشان يعدي الكابتن حسام حسن الخطة ان احنا نلعب 3-5-2. انا شايف ان هي يعني كانت مناسبة جدا، بس كان يعني لو لعبوا في ثغرات اللي هي ورا تريزيجيه كان يعني كان ممكن يحصل خطورة، وخطورة برضو يسجلوا هدف. بس يعني كان بيغطي طبعا ورا تريزيجيه، كان بيغطي رامي ربيعة. بعد كده فضلنا مستحوذين، ضغطنا. هيثم حسن عمل فرق يعني فرق رهيب في الجبهة اللي كان بيلعب فيها مع محمد هاني، واثق من نفسه، عنده قدرات بدنية محدش بيعرف يقطع منه الكورة، بيدخل ويراوغ ويلعب ويعدي في المنطقة ويرفع بيمينه ممكن وجات له كذا فرصة ان هو يسدد، بس للأسف ما سددش، مش عارف ليه، مع ان يعني شوط جرب. الماتشات اللي زي كده التكتلات والماتش مقفول واللعيبه يعني اللعيبه طويله جدا بتاع المنتخب الاسترالي، كان لازم تسديدات من بره المنطقه، كانت هتفرق جدا. كانت يعني على الاقل زي اللي سددها مروان عطيه وخبطت في اللاعب الطويل ده وكانت هتغير اتجاهها، فكنا عايزين كده يعني كتير. بعد كده بعد كده طبعا بيخلص الشوط الاضافي، بيخلص الشوط الثاني وضيعنا طبعا هدفين في اخر الشوط الثاني. مع ربيعه ضيع جون، يعني مش عارف بصراحه الحارس جابها ازاي، حظ يعني. بصراحه انا شايف ان هي حظ، كانت هتفرق معانا جدا، كانت هتخلص الماتش وتقتل المباراه يعني. وبرده بيضيع بعدها هيثم حسن كوره برده يعني، كان الحظ معاندنا يعني. بس الحمد لله بعد كده بيخلص الشوط الثاني، بنبدأ الشوط الأول. برضو بدأ الشوط الأول المنتخب الأسترالي برضو نازل متحمس، نازل عايز يضغط، عايز يسجل جون، عايز يعمل أي حاجة، عشان عايز طبعا هو شايف إن الماتش بيضيع منه. بس يعني للأمانة المنتخب الأسترالي مش المنتخب اللي قد كده، يعني احنا كان بسهولة جدا نقدر نكسبهم، يعني سكور، كنا نقدر نكسبهم سكور في الماتش في الوقت الاساسي. بس يعني محتاجين ان احنا نصدق نفسنا، محتاجين ان المنتخب المصري واللاعب المصري يصدق نفسه ان انت تقدر تعمل حاجة، ان انت تقدر تكسب، ان انت تقدر تكسب اي منتخب عادي جدا يعني. اديك شايف مش كل المنتخبات بقت قوية جدا، حتى ولو منتخب قوي انت بتقدر تعافر وبتدي وبتعوض ده بالروح وبتعوض ده بان انت بنلعب جماعة، بندي، بتبقى فاهم الماتش، كل واحد كل لاعب نازل مركز 100%. فلازم تصدق نفسك ان احنا هنقدر نكسب، ان احنا هنقدر نعمل حاجة. برضو بعد كده بتبدأ الوقت الإضافي التاني، الشوط التاني من الاكسترا تايم. بيخرج مرموش وبينزل حمزة عبد الكريم. اللي انا كنت شايف برضو ان انت كان يعني من رأيي كان المفروض يخرج مرموش من يعني يمكن من اخر الشوط التاني، كان لازم يخرج مرموش وينزل حمزة، كان هيعمل فرق كبير. كنت هتقدر برضو مرموش طويل، اي عرضية برضو بياخد يعني بدنيا كويس، كان هيعرف ان هو يتعامل
مع الاطوال اللي موجوده، بيخلص الماتش، بيخلص الشوط الثاني. برضو استحوذنا في نهايه الشوط الاكسترا تايم الثاني، استحوذنا ركنيات. بس للاسف طبعا اللعيبه طويله جدا، ما كانش نافع معاهم العرضيات ولا الكرات الطويله. بتخلص المباراه وبتبدا ضربات الجزاء. بيسددوا هم ضربات الجزاء. بيدخل اول اللاعب الطويل اللي تعبنا طول الماتش، بيدخل بيسدد بيطيرها في السماء. يعني عنده غرور، يعني غرور رهيب اللاعب ده. بيطيرها. بعد كده بيدخل محمود صابر، اللي كانت مفاجأة بصراحة بالنسبة لي ان محمود صابر ياخد الثقة وان هو يدخل يسدد. بصراحة دي حاجة كويسة وثقة من اللاعب ان هو يدخل يسدد اول ضربة جزاء ويتحمل الضغط ده كله. وبصراحة بيدخل وبيركنها ركنة يعني قوية جدا. برافو. بعد كده بيدخل بتدخل الضربة التانية لاستراليا. في بس تعليل شوبير، يعني انت لما بتصد من مزاجك، بتصد من نفسك، بتعرف تصد وبتصد الكرة كويس جدا، بعيد بقى عن ورق وتخش تشوف ده بيشوط فين وشغل القديم بتاع الحضري ده. يعني ما بصراحة ما مش كويس. يعني انت خليك زي ما انت في الماتش بتصد ضربات الجزاء. صدت يعني ضربة جزاء، و يعني خلال الماتشات بتصد ضربات جزاء كويس جدا، من غير ما انت بتقعد تبص في ورق ولا ترجع ولا نشوف. انت لما بتركز وبتتحرك وبتهدى، لما بتتحرك بعد الكرة ما بتطلع طبعا بتصد. لكن للاسف انت كنت معتمد ان انت على الورق، وكنت بتطير بتتحرك قبل الكرة ما بتطلع، فكانوا بيركنوها برضو في زوايا صعبة. بيدخل لاعب استراليا الضربة الثانية وبيسجل. بيجي بعد كده بيدخل رامي ربيعة. بصراحة هو داخل كلنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا، بس الحمد لله بيسجل وبيركنها يعني ركنة كويسة. بعد كده بتدخل استراليا بتسجل برضو. بعد كده بيدخل صلاح بيسجل طبعا ضربة جزاء جميلة جدا. بعد كده بيدخل لاعب استراليا وبيضيع، وبيدخل حسام عبد المجيد وبيسجل وبنكسب الماتش والحمد لله. مبروك للمنتخب المصري، مبروك لكل الجماهير المصرية، مبروك بجد. الفرحة كبيرة، فرحة المنتخب، فرحة تاريخية، فوز تاريخي. افرحوا، انبسطوا بالمنتخب. رجعت الروح تاني للمنتخب، رجع المنتخب اللي احنا كنا متعودين عليه، رجعت اللعيبة اللي احنا كنا متعودين عليها طول الفترة اللي فاتت. مبروك، مبروك لكل مصر، مبروك للمنتخب، مبروك لكابتن حسام حسن، مبروك لنا كلنا. طبعا هنقابل الارجنتين في الدور اللي جاي، في الدور ال16. يعني نلعب بنفس التركيز، نصدق نفسنا. نركز، اللعبة تركز في الماتش، تركز تصدق ان احنا نقدر نجيب ونسجل، وان احنا نقدر نوقف خطورة ميسي، ونلعب ونشوط ونعمل. يعني ان شاء الله ان شاء الله هنكسب، وان شاء الله هنصعد وهنتأهل للدور الثاني، الدور اللي بعده، ونوصل لأبعد نقطة ان احنا نقدر عليها. ومبروك لمصر، مبروك للمنتخب المصري، مبروك لكل الجماهير، وخير ان شاء الله. خير. سلام.